مرحبا. بهذا الفيديو راح نتعرف كيف نعمل على قفل الملف الشخصي في حسابنا الفيسبوك، وكيف نظهر قفل الملف الشخصي إذا ما كان ظاهر داخل حسابنا. تابعوا الفيديو للنهاية. قبلها حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس، ويلا نبدأ. أول خطوة نفتح حسابنا على فيسبوك، ندخل لصفحتنا الشخصية. من الصفحة الشخصية في عند تعديل الملف الشخصي، بجانب تعديل الملف الشخصي في 3 نقاط، نضغط على ال3 نقاط. راح تظهر هاي القائمة فيها مجموعة من الخيارات، من ضمن الخيارات قفل الملف الشخصي. نضغط على قفل الملف الشخصي، ولما تفعل قفل الملف الشخصي ما يستطيع أحد رؤية صورة حسابك أو صورك أو منشوراتك إلا الأصدقاء. كمان سيرى الأصدقاء فقط صورة ملفك الشخصي، يعني الأشخاص اللي بيدخلوا لحسابك ما بيكونوا أصدقاء ما بيظهرهم أو ما يستطيعوا فتح صورة حسابك أو صورة ملفك الشخصي، لكن يستطيع أي حدا يبحث عنك داخل فيسبوك ويبعث إلك طلبات صداقة. ومجرد ما نضغط على قفل الملف الشخصي راح يتم تفعيل قفل الملف الشخصي في حسابنا الفيسبوك، وبهيك تم قفل حسابك على فيسبوك. نعطيه موافق. لما نكون مفعلين قفل الملف الشخصي ما بنستطيع تشغيل الوضع الاحترافي في حساب الفيسبوك. كمان بنفس الوقت في حال كنت مشغل الوضع الاحترافي أو مفعل الوضع الاحترافي في حسابك الفيسبوك ما بيظهر لك قفل الملف الشخصي.